السلام عليكم، معكم براق بمقطع جديد. كيف حالكم اخواني؟ بشرة طيبين ان شاء الله كويسين، عساكم بخير ان شاء الله. مقطع اليوم بحاجة برومو، فراح اترك لكم كذا برومو بسيط عن مقطع اليوم. وانت تبحث بالانترنت وتدور عن اشياء غريبة راح تلاقي اغرب واغرب مما انت تتوقع، فكل ما بحثت اكثر وتعمقت اكثر راح تلاقي اشياء من جد راح تحس انها اغرب من الشيء اللي انت اصلا كنت تبحث عنه. فاليوم جايب لكم تحدي عبارة عن تحدي اسمه شرب الماء في ثانية واحدة، منتشر بشكل كبير عند الأجانب لفترة معينة وسووا نسبة كبيرة منه، منتشر بشكل جدا قوي، وهو عبارة عن إن شخص يجيب قارورة موية يحاول يشربها بثانية واحدة، وهذا الشيء جدا فيه صعوبة عشان بيأثر عليك، ممكن تجي بأنفك، ممكن تجي على جسمك، فالموية ممكن تسبب لك ضرر. هذا الشيء اتفقنا عليه. فحاليا نبدأ نشوف مضمون مقطعنا. أما بالنسبة لمقطعنا اليوم راح يكون عن هذا التحدي اللي يسوونه الأجانب لكن بالشكل المختلف نوعا ما، نشوف الأعياد اللي جابوها وأشياء كثيرة، فراح ناخذ مثل ردة فعل على المقاطع، نشوفها ونشوف كمية العيد اللي جابوها مع بعض. طبعا هنا راح ناخذ أول عينة لشخص يسوي العقاب، أوكي حطها في فمه، قدر يسويها، طبعا هذا قدر يسويها، تعتبر تجربة ناجحة. حاليا ما دخلنا بالتجارب السيئة اللي جايبها أم العيد. يلا نشوف. وهذا شربها والله، كفو عليك. اوه والله صعب صراحة، كيف يسوونها؟ طيب اتحدى والله صعب. ما قدر بالثالثة، ما قدر يعني عشان ينفخون يعني فمهم بعدين يخلونها تتوسع، ما ادري كيف، الموضوع صعب صراحة، الموضوع جدا صعب. اوكي هنا ايش بيسوي؟ يلا نجرب، يلا نشوف بيقدر يشربها ولا لا. اوه جاب العيد، والله جاب العيد على الاخر، ما مستحيل، صعبة. هذه ما تعتبر ثانية. طيب على فكرة يا طيب، اوف والله صعب، كيف يقدر يشربها؟ طيب يعني كذا هو اسلوب التحدي، انك بعد ما تشربها لازم تكسرها كذا وتسوي لها هذه الحركة، نفس هذه. بس هذه ما تعتبر فازت عشان ما شربتها. حاليا اليكم اكبر عيد بين هذه الاعياد، يلا نشوف. هذا على طول يجيب العيد. والله دخل فرنفا وجاب العيد على الاخر. اوه والله صعبة يا حبيبي، صعبة عليك، معليش. والله جاب العيد، ما قدر يستوعب الكمية المويه، كانت جدا كبيرة. والله شربها على طول لايف مع إيلين، والله كفى عليه. هذه الإعلامية المشهورة اللي تكلمنا عنها في المقطع الماضي أتوقع، المهم قدر يشربها. أيوه كفى عليه صراحة، لا تعليق. وهنا بيجرب واحدة ثانية، والله شربها ما أدري كيف يسويها صراحة، ما ادري كيف. طيب كيف كيف تقدر تسويها كيف؟ وهنا معنا تحدي من اقوى التحديات طبعا، يلا نشوفها مع بعض، يعتبرونه جدا قوي على فكرة. فيلا ما ادري لو بيجيب العيد. واو والله سواها، كفو عليه. شربها. هذه الناس المحترفة، شوف في كل شيء في ناس محترفين، وهذا يعتبر محترف في هذا الشيء الصعب الذي لا يمكن ان اجربه في حياتي. يلا حاليا طبعا راح نشوف تحدي ثاني من اقوى التحديات بالنسبة لهم. واو والله كيف يسويها من جد، كيف؟ لا والله وضعهم مو طبيعي ابدا، يعني ناس طبيعيين تقدر تسوي هذه الحركة، من جد شيء صعب. طبعا هذا هنا حاليا بيحاول يورينا كيف تسويها او كيف يسويها، سواها يا جماعة. طب اوكي حاليا بياخذنا لدرس تعليمي عن طريقة انكم تسوونها، يلي بيفكر يسويها يرسل لنا، يعني على فكرة هي مو مضرة، ممكن ملابسك بتروح فيها، يبي لك حمام بعد ما تسوي هذه الحركة. يلا نشوف، هنا اقول لكم كيف نسويها. يلا أنا ما أدري، طيب علمنا. تمسكها تحاول، يقول لك ريح، هنا أعطي مجال بالعومك إنها يستوعب، يعني ما أنصحكم تسوونها. هذه أصلاً عندهم على فكرة، مو عندنا إحنا العرب، ما انتشرت مثل ما انتشرت عندهم. أوكي كيف بيشربها حالياً؟ يقول لك امسكها هنا من فوق، وهنا لازم تضغط لما تسويها. هذا أعلم منكم الطريقة، لكن أنا ما أقول لا أحد تسويها، لا ما انصح اي احد يسويها وانتم مسؤولين عن نفسكم. شوفوا كيف. اوكي الموضوع انك هنا تقدر تستوعب كل الكميه وبنفس الوقت تضغط عشان انت تبي تستغل اكبر قدر ممكن من الوقت، يعني عندك ثانيه واحده ما عندك غيرها، ثانيه تبي تضغط هذه وتكون هنا موسع حنجرتك بحيث انها تستوعب الكميه الهائله من المويه راح تدخلها مره واحده. هذه المعادله بشكل بسيط.
وبس والله هذا كان مقطع بسيط كذا حبيت اغير فيه عن المحتوى الاساسي اللي هو اخر فتره ننزل اخبار وكذا ومعلومات، يعني نشطح شويات نتكلم في موضوع منفرد بمقطع قصير. اتوقع هذا المحتوى ممكن استمر فيه بشكل كبير يعني. فبدل ما اجيب عده اخبار في مقطع واحد ونطوله كثير، لا نجيب خبر واحد او معلومه واحده مثل هذا المقطع نتكلم فيها، يكون مقطع بسيط دقيقتين 4 دقائق 3 دقائق، هذا هو المقطع يعني بشكل عام. تشوفونه وتستمتعوا بشكل بسيط ونستمر بشكل اكبر. يساعدني هذا الشيء اني استمر، وبنفس الوقت عندكم مجال انكم تساعدوني بالتعليقات وتعطوني اشياء استمر عليها وانزلها. فاي فكره عندك ممكن تكتبها لي بالتعليقات عشان اصور عنها. وبس والله كذا نكون نهايه المقطع. في نهايه المقطع لو عجبك المقطع اعطني لايك، اشترك بالقناه لو مو مشترك عشان تنضم الاخوان بيبقوا احنا اسره عائله وليس مساكين، هذا قانوننا. انشر المقطع قدر الامكان عشان نشرك هو اللي يحدد هل هذا المقطع ينتشر ولا لا، والنشر جدا مهم بالنسبه لي عشان هو اكثر شيء يفيدني. حساباتي السوشيال ميديا كلها بنفس الاسم ظاهره على الشاشه، مستر بيبوجي، سناب شات وانستغرام وتويتر، حياكم الله فيهم كلهم. صور شاشه وضيفني سناب شات. حساباتي بالانستغرام وتويتر لا تقصروا فيها عشان انا جدا متواجد في الانستغرام وبتويتر متواجد نوعا ما. مع السلامه.